سوزان مبارك قالت لصفوت شريف أجل الحلقة الأخيرة لمسلسل الوتد بتاع هدى سلطان عشان مزاجك كده، ومنعت عرض مسلسل سهير رمزي وقالت مش عايزين الحجاب ينتشر في مصر. تبدأ الحكاية لما لقى صفوت شريف سوزان مبارك بتكلمه في التليفون، وصفوت وقتها كان بيفتكر إن في حاجة مهمة خلت الهانم بنفسها تكلمه، فلقاها بتقول له صفوت النهارده الحلقة الأخيرة لمسلسل الوتد بتاع هدى سلطان اللي عامله فيه دور فاطمه ثعلبه. صفوت شريف وقتها استغرب وقال لها ايوه يا فندم فعلا في مسلسل كده. ردت عليه سوزان وقالت له انا عايز الحلقه الاخيره بتاعت بكره تتاجل. صفوت وقتها استغرب وسالها طب ايه السبب يا فندم؟ ردت عليه سوزان مبارك برد محدش يتوقعه. لو وصلك الفيديو اعمل لايك وشير واكتب في تعليقات وصلك وساعد الفيديو في الانتشار. بيكمل حكايه منتج المسلسل في كتاب اساطير الدراما للكاتب محمد مسعود، وبيقول ان سوزان مبارك قالت وقتها لصفوت ان الحلقه الاخيره لازم تتاجل، وقالت له انا متابعه المسلسل ده كويس وعايزه اتفرج عليه مع اسرتي، وانا في اليوم ده مرتبطه بميعاد ومناسبه مهمه فلازم يتاجل عشان عايزه اتفرج عليه زي الناس. صفوت شريف وقتها كان في ورطه لان مصر كانت كلها بتتفرج على المسلسل ومستنيه الحلقه الاخيره. فعلا الناس اتفاجئت بعرض الحلقه 24 مكان الحلقه الاخيره، وتاني يوم اتعرضت الحلقه الاخيره وما كانش حد فاهم هو ايه اللي حصل، وكان الكلام ان التلفزيون اتلخبط وعرض حلقه غير الحلقه، لغايه ما منتج المسلسل اخيرا كشف السر ليه اتاجلت الحلقه الاخيره من المسلسل باوامر الهانم. مسلسل كمان منعته سوزان مبارك من العرض، وهو مسلسل حبيب الروح للفنانه سهير رمزي. وبتقول سهير رمزي انا رجعت بعد الاعتزال بالمسلسل ده وكنت بصور وخلصت المسلسل وكان هيتعرض على القناه الاولى وكنت متفق على كده، وفوجئت في رمضان ان المسلسل ما اتعرضش على القناه الاولى. ولما كلمت المنتج ليه المسلسل ما نزلش قال لي احنا جات لنا اوامر عليا ان المسلسل ما يتذاعش. بتقول سهير رمزي انا استغربت وقلت له ازاي المسلسل اتفقنا عليه ما يتذاعش؟ فرد عليه وقال لها ان في اوامر ان المسلسل ده هينشر حجاب لانك راجعه لاول مره بعد ما اتحجبتي وبشكل جميل، والاوامر دي جايه من الهانم سوزان مبارك. ومن اشهر المسلسلات اللي منعتها سوزان مبارك هو الجزء الثاني لمسلسل الحاج متولي. والحكايه ان سوزان مبارك لما اتفرجت على مسلسل الحاج متولي اتضايقت وقالت ان المسلسل ده بيحقر في الست وبيتعامل معاها انها سلعه، وفورا كلمت صفوت شريف كعادتها وقالت له ان انا عايز امنع عرض المسلسل ده. وكالعاده صفوت كان فاز لان المسلسل كان مكسر الدنيا وكل الناس بتتابعه، فكلم فورا الرئيس مبارك وقال له يا فندم زوجة سيادتك طلبت وقف مسلسل الحاج متولي. فرد عليه مبارك وقال له ده مسلسل ايه ده يا صفوت؟ فرد صفوت شريف وقال له يا فندم ده مسلسل الحاج متولي بتاع نور الشريف. والهانم قالت ان هو بيسيء للمراه وبيشجع تعدد الزوجات. مبارك ضحك وقتها وقال له يا صفوت ده كل العرب بيتابعوا المسلسل ده، دول سايبين الازمات كلها وبيكلموني عن الحاج متولي، المسلسل ده ما ينفعش يقف وهو بيتعرض. وفعلا استمر المسلسل وكانت سوزان متضايقه جدا. وبيقول مؤلف المسلسل مصطفى محرم ان اول ما خلصت المسلسل قررت اعمل الجزء الثاني لكن لقيت اوامر ان ما تعملش جزء ثاني والمسلسل جزء واحد وخلاص، وده باوامر الهانم. لكن كان في مسلسل ما كانش هيتعرض لولا سوزان مبارك بنفسها هي اللي امرت تتعرض، وهو مسلسل ليله القبض على فاطمه. وبتحكي الفنانه فردوس عبد الحميد كواليس المسلسل ده، وبتقول ان الفنان احمد زكي هو اللي كان مترشح اصلا لدور امين المنزلاوي اخويا النبي، وفعلا راح له السيناريو لكنه كان مشغول بفيلم تاني رغم ان السيناريو عجبه جدا وطلب مننا ناجل التصوير لكن ما كانش في وقت ناجل التصوير. فالمخرج محمد فاضل مخرج المسلسل راح لنور الشريف واداله السيناريو. نور الشريف وقتها كان في اليونان وكان بيصور فيلم، ورجع واكتشف محمد فاضل ان نور الشريف قال لمدير الانتاج ان المسلسل ده ضعيف جدا ولازم يتعدل السيناريو. فمحمد فاضل كلم نور الشريف وقعد معاه هو ومحمود ابو زيد مؤلف المسلسل، واستغربوا جدا من كلامه لان ده ما كانش كلامه اول ما اتعرض عليه السيناريو. فنور الشريف اعتذر عن المسلسل وكان السبب ان هو مش هيطلع اول 4 حلقات لان امين كان هيعمل دوره شاب صغير في مراحل عمره الاولى. ففورا راح المسلسل لفاروق الفيشاوي وبدأوا التصوير، واول ما المسلسل خلص تصويره جم يعرضوه اكتشف محمد فاضل ان في الوقت ده سكينه فؤاد صاحبه الروايه اللي اتاخد منها المسلسل باعت الروايه للفنانه فاتن حمامه.
ففورا كلم شركه الانتاج المسؤوله عن الفيلم. فشركه الانتاج قالت له ان فاتن حمامه بتقول لك ان الفيلم لو اتعرض قبل المسلسل مش هيتاثر، لكن لو المسلسل اتعرض قبلها هيتاثر لان هتبقى كل البيوت شافته. فقرر محمد فاضل ياجل المسلسل، وفعلا اجل المسلسل بعد عرض الفيلم. وجه عرضه على التلفزيون المصري رفض وقال له في مشاهد معينه فيها سياسه لازم تتشال، لإلا مش هتعرض. محمد فاضل رفض وقال خلاص ما تعرضش، كده كده بتعرض في تلفزيون ابو ظبي. وفضل المسلسل سنتين ما تعرضش، لغايه ما فردوس عبد الحميد مره كانت في حفله حضرها سوزان مبارك ومرات المشير ابو غزاله، وهي واقفه مع مرات المشير ابو غزاله وكان معاها الهانم سوزان مبارك. لقت مرات المشير بتقول لها بقى كده يا فردوس بنت عايشه في ابو ظبي بتقول لي انك عامله مسلسل تحفه كده مش عايز تعرضيه علينا في مصر. فردت فردوس عبد الحميد وقالت لها مش بمزاجي، التلفزيون هو اللي رافض ومصمم على حذف المشاهد. سوزان مبارك لما سمعت الكلام ده فورا كلمت صفوت شريف وقالت له بقى كده يا صفوت تمنع مسلسل لمدام فردوس. صفوت طبعا كعادته اترعب، وتاني يوم لقت فردوس عبد الحميد تليفون من رئيسة التلفزيون بتقول لها صفوت بيه قرر ان هو يشكل لجنه من الفنانين يشوفوا المسلسل قبل عرضه. وفعلا اتشكلت اللجنه وكان من عضويه محمد عبد الوهاب، اللي اول ما شافوا المسلسل قال لهم المسلسل ده ما فيهوش اي مشاكل وعرضوه عادي. واللجنه وافقت على عرض المسلسل، والمره دي بفضل الهادم سوزان مبارك. في نهايه الفيديو انت شايف ايه المسلسل اللي كان سوزان مبارك حقها تمنعه؟ وهل صح اصلا انها تمنع عرض المسلسلات ولا؟ شاركونا برايكم في التعليقات، واللي عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على